لو بيجيلك ألم في الصدر، هل ده ممكن يكون سبب ارتجاع في المريء؟ خلينا نقول إن ارتجاع المريء عبارة عن إيه؟ هو ارتجاع للحمض بتاع المعدة للمريء، قد يسبب أعراض من ضمنها أعراض الألم في الصدر. طيب ايه الاعراض الاخرى اللي ممكن تبقى مصاحبه لارتجاع المريء؟ احساس الانتفاخ، عسر الهضم، كل الاعراض دي تبقى من اعراض ارتجاع المريء. ممكن يحصل ارتجاع المريء بسبب ايه؟ غالبا بيحصل بسبب عادات صحيه مش مظبوطه، الاكلات السريعه، المقليات، المسبكات، الحراق، كل الكلام ده بيزود حمض المعده وممكن يزود اعراض ارتجاع المريء. وطبعا التدخين والافراط في المسكنات من اكتر الحاجات اللي ممكن تزود ارتجاع المريء. امتى الجا للدكتور بصوره سريعه؟ لو عندي اعراض تمثل اعراض خطوره، لو انا برجعت دم لا قدر الله، او لو انا فقدت في الوزن في وقت قصير، او لو جالي لا قدر الله صعوبه في البلع. كل العلامات دي علامات خطوره، ما ينفعش ان انا استهين بيها واقول ان انا عندي ارتجاع مريء. او لو عندي طبعا اعراض مستمره وبقالها فتره مأثره على حياتي، ده طبعا يستلزم دايما ان احنا نلجأ للدكتور بصوره سريعه، وقد احيانا يستلزم عمل منظار بصوره طارئه.